أهلا بكم إلى أخبار تونس، والبداية بتنظيم الصحفيين من كافة المؤسسات الإعلامية اليوم وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس تزامنا مع مثول الصحفي زياد الهاني أمام القضاء بعد أن تم الإبقاء عليه في حالة تحفظ وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. تمكنت الوحدات الأمنية ببن عروس من حجز 600 كبسولة من دواء البريغابالين أخفتها مسافرة في سيارة أجرة كانت متجهة نحو تونس العاصمة وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني. أصدرت المحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق 6 مواطنين تونسيين و4 أجانب بتهمة تكوين وثاق بهدف إعداد وتحضير اجتياز التراب التونسي خلسة. ارتفع عدد الأشخاص الذين تم التحفظ عليهم لعلاقتهم بحادثة تسمم بمشروبات كحولية مستحضرة بمعتمدية سيدي مخلوف، ارتفع إلى 5 أشخاص وفق ما كشف عنه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين. بلغت نسبة تقدم أشغال محطة تحلية مياه البحر بمنطقة قرقور من ولاية صفاقس بلغت حوالي 80% وفق ما أعلنت عنه إدارة الإعلام بولاية صفاقس. يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم وديا نظيره منتخب الرأس الأخضر في ملعب حماد العقربي برادس، وذلك في إطار تحضيراته لنهائيات كأس أفريقيا التي ستقام في الكوتيفوار انطلاقا من يوم 13 من جانفي الجاري. نهاية النشرة وإلى اللقاء.